اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في الفيديو ده هنعمل وصفة الكشري المصري بتكاته وحركاته وبطعمه مميز، وكمان هعمل وصفة حلوة رز بلبن بطعم كريمي وطعمه يعني تحفة جدا. اتمنى انكم تجربوا الوصفات اللي بنزلها، لاني بجيب معاكم من الاخر لحد ما اوصل للطعم الرائع في اي وصفة بقدمها. اتمنى تجربوا الوصفات اللي بعملها وتنول اعجابكم ان شاء الله. انتوا شايفين شكل الرز بلبن عامل ازاي؟ طعمه كريمي، وهقول لكم هيبقى كريمي وطعمه روعة ازاي. مبدئيا كده انا من الناس اللي مش بتحب الرز كتير في الوصفة دي، يعني بحب الرز بلبن ما يبقاش فيه رز كتير، وهقول لكم ازاي برضو. اولا هتجيبي ربع كوباية من الرز، هتنقعيها في مية سخنة، وهحط عليهم معلقة كبيرة من جوز الهند. بعد ما الرز اتنقع حوالي ساعة، هجيب حلة على النار واضيف الرز بالمية اللي اتنقع فيها، وهسيب الرز يستوي. يعني اعتبري نفسك بتسلقي الرز لحد ما يستوي تماما. هتجيبي كده بولة صغيرة او طبق، هنحط فيهم معلقتين كبار من الكريم شانتيه. خدي بالك بقى من الخلطة دي، علشان هي اللي هتخلي الرز بلبن معاكي طعمه روعة روعة. هتجيبي معلقتين كبار من الكريم شانتيه، عليهم حوالي 4 معالق ممسوحين من النشا، وعليهم كيس فانيليا. الخلطة هنحط اللي فيها عليهم كريم شوية من شانتيه اللبن، هتخلي طعم الرز معاكي طعمه حلو قوي وكريمي وريحته حلوة وطعمه جميل جدا، وهيبقى وصفة مميزة معاكي. انا بعمل الوصفة دي والله من سنين، ودايما معتمداها في الرز بلبن. شايفين بقى الرز كان بدأ خلاص دخل في السوا، وانا بدأت اضيف الحليب او اضيف اللبن عليه. هستخدم نص كوباية من السكر بس. نص كوباية من السكر هتظبط الطعم معاكي، ولا هيبقى مسكر قوي ولا دلع قوي، هيبقى سكره مظبوط، ما تكتريش اكتر من كده. ضفت السكر على الرز، هخلي بقى الرز ياخد غلوة كده مع اللبن علشان يبقى مطعم برضو باللبن. هقلب كده خليط الكريم شانتيه والنشا والفانيليا مع بعض، اخليهم كريمي. وبعد كده بعد ما الرز بدأ يغلي، هبدأ اضيف الخليط اللي احنا عملناه بتاع الكريم شانتيه. جربيه بالطريقة مع دي الفانيليا. والله اوعدك انك هتاكلي احلى رز بلبن كلتيه في حياتك. عايزه اقول لكم ان انا معروفه في عيلتنا بعمل الرز بلبن، يعني احلى رز بلبن هتاكليه صدقيني. بعد بقى ما تقل معانا كده واخد غلوة، بعد ما ضفنا الكريم شانتيه والنشا، هبدأ ان انا بقى افرغ كده، اكون مجهزة الاطباق بتاعتي اللي هفرغ فيها الرز. على فكرة انت ممكن من وقت للتاني تعملي وصفة الرز بلبن دي وتفرقي على جيرانك وحبايبك، يعني فكرة لطيفة جدا بجد. يعني هتاخدي ثواب، ويبقى يعني فرحتي الناس اللي حواليكي. هتشتري علب من عند العطار بتاعة الرز بلبن وتعملي فيها وتفرقي فيها، يعني ايه، يبقى والاجر والثواب ليكي. انا كنت حاطة مع الرز وهو بيتسلق معلقة كبيرة من جوز الهند. ماشي، كيلو اللبن عليه ربع كوباية من الرز منقوع كويس. باخد كده الرز اللي اتنقع بميته وبسويه بالمية بتاعته. فرغت بقى الرز، عندك مكسرات، عندك سوداني، عندي سوداني مجروش، هرش كده من على وش الرز. ممكن ترشي رشة من القرفة او زبيب او اي مكسرات عندك هترشيها على الرز بلبن، وهتسيبيه يبرد تماما. وبعد ما يبرد بقى ايه، ممكن تدخليه التلاجة. وبصي اهو اول ما بيبرد هيتماسك، يعني النشا والكريم شانتيه هيخليه يتماسك. وهتاكلي بقى احلى رز كريمي، يعني احلى وصفة رز بلبن هتاكليها في حياتك هي الوصفة دي. معانا وصفة كمان، وهي ايه؟ الكشري المصري. كده الفيديو ده فيه وصفتين احلى من بعض. كده خلصنا الرز اهو شايفينه. تعالوا بقى نعمل الكشري. انا عندي هنا كيس مكرونه اللي هي مرمريه اللي هي الصغيره، وكيس مكرونه او نص كيس مكرونه من اللي هي الاسباجيتي طويله، وعندي كوبايه عدس بجبه منقوعه في ميه سخنه لازم يتنقع، وعندي البصل. اول حاجه هسلق المكرونه، هجيب حله على النار واحط فيها ملح، وعايزه ترشي زيت رشي، بس انا حطيت ملح.
الزيت بفلفل بيه المكرونه في الاخر خالص. هتسيب المكرونه على النار كده لحد ما تغلي معاكي وتستوي. انا جبت البصل، هقطع البصل وهنحمره، هقول لكم هيبقى متحمر ومقرمش كده معاكم برضو ازاي. فرفطيه كده من بعضه، فرفطي البصل من بعضه، يعني خلي كل شريحة بصل لوحدها. انا وانا بعمل البصل كنت متابعة المكرونة علشان ما تتعجنش مني. رشيت دقيق على دقيق وملح على البصل وفلفلته من بعض، وبدأت ان انا احمره في الحلة اللي ممكن تعملي فيها الصلصة او تعملي فيها الرز. عايزة اقول لكم بقى على حاجة تركية كده مهم. البصل الزيت اللي حمرت فيه البصل هعمل منه الرز وهعمل منه الصلصة، هيدي معاكي طعم روعة. هنا كنت بوريكم ازاي، شايفين كان مقرمش وجميل جدا، البصل كان مقرمش وحلو. عايزة البصل يفضل مقرمش معاكي، طلعيه في مصفى. جبت بقى شوية الزيت من بتاع البصل في حلة اللي اعمل فيها الرز، وضفت كوباية من الشعرية وعليهم الرز بعد ما اتغسل واتصفى والعدس. هسوي الرز والعدس والشعرية في حلة واحدة. الحلة دي كنت بصفي فيها الزيت علشان هعمل الصلصة بتاعة الكشري. حطيت كده برطمان التوم اللي كان في الفريزر اللي انا بستخدمه في كل حاجة، خدت منه معلقة توم كبيرة على شوية الزيت اللي انا صفيته مكان البصل، مكان تحمير البصل. عندي كمون وعندي كزبرة وعندي خل. لو عندك توم بفلفل اخضر هتضيفي برضو كده معلقة صغيرة مع التوم ده، وهبدأ ان انا اضيف عليهم كزبرة وكمون وخل. لو عايزة تضيفي بصلاية مبشورة تحمريها كده الاول، يعني حسب راحتك انتي، بس انا هستكفى بالبصل اللي انا حمرته، علشان يعني الوصفة كده ما تبقاش مليانة بصل كتير، يعني والواحد معدته توجعه يعني. بعد ما ضفت كده البهارات، ضفت الخل، هضيف بقى الطماطم وتضيفي معلقة صغيرة من السكر. هنا كنت بوريكم الرز، يعني خلي الرز اول ما تولعي عليه يكون غالي يغلي، في الاول يغلى، انا مش عارفه، انا مش مركزه. خلي الرز يغلي وتسويه على نار هاديه. في نص اليوم بقى كده وانت بتعملي الاكل او قبل ما تعملي الاكل، اشربي حاجه دافيه، ينسون، كمون، نعناع، اي حاجه دافيه كده. ما تنسيش نفسك ان انت تشربي حاجه دافيه. انا فلفلت المكرونه كده بشويه زيت بعد المكرونه ما اتسلقت، طبعا حطيتها في مصفى، وبعد كده فلفلتها بشوية زيت علشان ما تبقاش ماسكة في بعضها. وطبعا بقى كان كده الكشري بتاعنا جاهز واستوى. هتحطي تجيبي طبقة كده من المكرونة وطبقة من الرز، ويعني طبقات كده، ووجبة مفيدة ومغذية. الصلصة اللي احنا عملناها حلوة قوي، طعمها حلو وريحتها حلوة. لو عايزة تعملي دقة الكشري اعمليها، بس انا يعني انا حسيت ان انا عملته كله في وصفة في الصلصة، يعني عشان برضو مش حابة ان انا هعمل حاجة وصفة كمان بالثوم وكده يعني. فهي الصلصة فيها الثوم وفيها الخل وفيها كل حاجة، وحطيت عليها بابريكا وفلفل اسود وكزبرة وعايزه اقول لكم وكمون، وصفه وظبطي الكشري دي الملح طعمها بتاعها. حلو حلو قوي. قوي لما نعمل الرز والصلصة بزيت البصل اللي احنا عملناه، بيبقى طعمه حلو قوي بجد. وصفي الزيت عشان ما يبقاش فيه بصل محروق وكده. وكده خلصنا وصفة الكشري، الطبق بتاعنا الجميل. وعايزه اقول لكم قد ايه البصل كان مقرمش. هترشي عليه دقيق وملح وتفلفلي كده من بعضه وتحمريه في حاجه واسعه، وعلشان ما يبقاش ماسك في بعضه برضو. بص بقى، وكان عندي شويه حمص عملتهم كده على الوش. الحمص مفيد، والكشري يعني طبق الكشري ده وجبه مغذيه في اخر اليوم بقى، يعني في السهرة كده، او مش في السهرة، يعني في اخر اليوم كده بعد الغدا بساعتين. هتجيبي بقى للولاد وتجيبي الرز. لو عندك ولاد تانيين في البيت، ولاد سلايفك، ولاد اخوكي، اديهم الحاجة الحلوة اللي انت بتعمليها. او الاطفال بيفرحوا جدا. حاولي تبسطي اللي حواليكي بأقل الاشياء علشان يعني ربنا يسعدك انت كمان. وكمان ما ننساش بقى الترمس اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. عملته كده، يعني جبت شوية في طبق قدام الولاد علشان ما نساهوش في التلاجة وطعمه يغير ويبوظ. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون الفيديو والوصفات عجبكم، عجبتكم. استنوني في فيديو جديد وافكار جديدة كتير، وان شاء الله هقول لكم، يعني تابعوني الفيديوهات الجايه ان شاء الله، واقول لكم انا بعمل ايه في الدايت اللي انا بتبعه، او ازاي بخس، يعني بطريقه كده معينه بدون اي تعب وبدون اي مجهود. دمتم في رعايه الله وحفظه وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله.